هو انت بتنشفي الرز ده هتعملي بيه ايه؟ هطحنه، هعمل بيه كفتة رز. كفتة رز، انا بعشقها. بص بقى، بغسل كوبايتين رز واحطهم على الفوطة، ولما ينشفوا باخدهم في مطحنة الخلاط اطحنهم ناعم جدا. وساعات بعديهم كده من على منخل علشان اتأكد ان هو ناعم. معايا بقى نص راس توم كبيرة وبصلاية صغيرة، باخدهم في الكبة واطحنهم كويس كده لما يبقوا معايا ناعمين. عندي نص حزمة كزبرة ونص حزمة بقدونس ونص حزمة شبت. بغسلهم كويس وانشفهم، وبعدين بحطهم في كيس كده واشيلهم في الفريزر. لما يتجمدوا بطلعهم اطحنهم، برضو بيبقى طحنهم سهل بقى. بحط بقى نص كيلو لحمة مفرومة، دي لحمة جملي، على الرز. وبنزل بقى بالبصل والثوم والخضرة عليهم، وبضيف ملح وفلفل وسبع بهارات، واخلطهم كويس كده مع بعض. عايزة بقى ادمج كده اللحمة مع الرز مع الخضرة لما يبقوا بص قطعة واحدة. شايف؟ هاخدهم بقى على الكبة عشان ابدأ اسمغهم. هبدأ اطحن فيهم، لاحظ كده معايا انها تبقى مفرولة في الاول. اول ما تبدأ كده تلف معايا على السلاح بتاع الكبة وتبقى قطعة واحدة، كده نتأكد ان هي تمام. بس بنعملها جزء جزء، ما بنعملها كلها مرة واحدة علشان الكب ما تبصش. بالظبط كده. شايف؟ ناعمة وخطيرة. باخدها بقى اقوم مغطياها بكيس كده بلاستيك واسيبها ترتاح نص ساعة براحتها خالص في التلاجة، وابدأ اصبعها. بس انت هنا ما عملتيش الكمية كلها. لا طبعا الكمية بالنسبة لنا كبيرة، تمام. فانا قسمتها على 2. النص التاني باخده الفه في كيس واشيله في الفريزر. بس بجيب بقى شوية زيت صغيرين وابدأ اصبع الكفتة بتاعتي. شايف؟ بتتصبع معايا بكل سهولة على شوية زيت كده في كف ايديا كده، وابدأ اكور. بس كده انا كده خلصت الكمية، وهنروح بقى على البوتاجاز عشان نحمرها. هاخد بقى شوية سمنة كده، يعني معلقة سمنة وشوية زيت، وابدأ انزل بصوابع الكفتة بتاعتي على نار عالية بقى كده، وهقلب لحد ما تاخد اللون الذهبي الخطير. ريحتها جميلة، بتفكريني بأيام زمان لما كنت أخش المطبخ أخدها من ورا أمي. كلنا كنا بنسرقها من اهالينا. تحفة خطيرة بجد. بص اللون الذهبي الخطير ده في نفس السمنة بنزل بقى ببصلاية صغيرة مبشورة، واول ما تصفر كده بنزل عليها فصين توم مهروسين. اول ما اشم ريحة التوم هنزل بمعلقة صلصة كبيرة، وانزل بقى بالطماطم المضروبة في الخلاط، وهزودها شوية مية عشان الكفتة بتحب تستوي كده في سوائل. ضفت بقى الملح ومكعب مرق وشوية فلفل اسود صغيرين، وغطيت. واول ما غليت كده نزلت بالكفتة بتاعتي. هقلب كويس وهغطي واسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. يعني بتاخد كده من ساعة لربع ساعة عشان اتأكد ان هي استوت. احنا بنحبها مستوية كده وجميلة. شايف؟ خطيرة. وهنقدمها بقى في الطبق الجميل دوت علشان أدوق. تدوق ايه؟ مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده؟ أمال أنا هنا بعمل إيه؟ أنا بدوق. طب قولي بقى، ايه رأيك؟ إيه الجمال ده؟ لا بجد طعمها خطير جدا. تحفة ها؟ طبعا. لا بجد تسلم إيديك. تسلم بألف هنا.